بعدها الفيديو لن تحتاج المزيد من المعلومات للحصول على درجة كبيرة، وستصل إلى أعلى المراتب في دراستك، لأنني سوف أعطيك كل ما تحتاج في مدة لا تتجاوز 5 دقائق أو أقل. لذلك اسمعني جيدا وتابع هذا الفيديو خطوة بخطوة كي تخرج منه بأعلى استفادة. وسوف أقسم هذا الفيديو إلى أجزاء كي يأتي هذا الشرح واضح ومفهوم. قبل أن نبدأ هذا الفيديو ولا تنسى دعمي بلايك واشتراك في القناة. الأسلوب الأول وهو الكتابة. كل واحد فينا لديه ذاكرتين، الأولى للحفظ والثانية تحفظ أي شيء تراه وتقرأه، تسمى الذاكرة الصغرى، وهذه الذاكرة يميل لها العقل أكثر من الأولى وسهلة لحفظ الأشياء، لذا سوف نبدأ بها ونرى كيف نستخدمها في الدراسة. أول شيء ركز على درس واحد وابدأ بتلوين العناوين الرئيسية والمصطلحات وشرحها الرئيسي، وضع لهما ألوان مختلفة لأن العقل عندما يفتح المسودة لكي يبدأ في المراجعة ويرى كل شيء بلون واحد ومختلط لا يرغب في حفظ شيء. لذلك الترتيب ووضع كل شيء في مكانه يجعل الفهم سهل بالنسبة لعقلك، وحتى في الامتحان يتذكر السؤال بسهولة. ثاني شيء الشروحات الرئيسية اكتبها في مذكرة أو في آخر الصفحة، المهم أنك تجمعهم في مكان واحد، لأن عندما يقترب الامتحان راح يكون قراءتك فقط في هذا المكان الرئيسي. ثالث شيء حول الدرس إلى رسم، أو إن لم تقدر على هذا فقط ارسم الأشياء الرئيسية، لأن هذا يساعدك كثيرا على استرجاع المعلومات في الامتحان. وأعطي مثال فقط بالأفلام، يمكنك أن تشاهد فيلم مدته ساعة وبعد أن يسألك شخص عنه تعطيه له بجميع أحداثه، هذا تذكر هذا وجعل الرسم أحد أساسياتك في الدراسة. رابع شيء الكتابة، ويمكن أن أقول أنها هي أهم شيء في هذه القائمة. تذكر دائما أن بعد كل درس أو محاضرة أعد كتابته، لأن هذا يساعد بشكل كثير على الحفظ. وتذكر دائما أن كلما تتعب وتأخذ جهد في دراستك كلما تحصلت على نتيجة كبيرة. الأسلوب الثاني التكرار، وأنا هنا لا أتكلم عن أنك تكرر القراءة مرة بعد مرة، لا، أنا هنا أتكلم عن التكرار فترة بعد فترة. يعني اليوم كانت المحاضرة فقرأت الدرس فاعلم أنه لن تتذكر شيء، فالحل هنا سوف أعطيه لك على سبيل المثال. اليوم قرأت المادة، فجيبه بعد يوم أو يومين تقرأه مجددا، وبعدها انتظر 4 أيام وأعد قراءته. وكلما زادت المدة كلما طول في قراءة الدرس، وعند اقتراب الامتحان ستجد نفسك فقط تراجع المادة ويلتقطها عقلك بسهولة، وهكذا تعمل على كل مواد. الأسلوب الثالث وهو التقسيم، وهذا الأسلوب يساعد جدا على حفظ المعلومات. وأعطيكم فقط مثال، فمثلا لدينا هاتف وهذه هي أرقامه، فإذا أعطيته لك هكذا فلن تقدر على حفظه. حسنا، فلنجعله هكذا. كما ترون يبدو سهل للحفظ بسهولة، وهكذا يمكننا نستعمل التقسيم في دراستنا. فدائما نحن الدرس في الامتحان عندما نرى السؤال لا نتذكر الجملة بما تبدأ، لذا حاول أن تخصص وقت للكلمات الأولى، لأن بدونها لا يمكن الجواب على السؤال. الأسلوب الرابع وهو تنظيم الوقت، وهو جزء رئيسي في دراستك، فإن كنت تائه في كل وقت تذاكر فهذا خطأ. فما عليك فعله هو جلب مذكرة خاصة بك، وكل يوم ضع المهام التي تريد إنجازها. فمثلا مع الصباح تذاكر ساعة أو ساعتين الرياضيات، وساعات تذهب لصالة الرياضة، ونصف ساعة تشاهد فيها فيلمك المفضل. وهكذا يتم ترتيب وتنظيم الوقت الخاص بك حتى يكون كل شيء على مساره الصحيح. آخر شيء وهو الراحة، يجب أن تعرف أن العقل بدون راحة لا يمكنه أن يعمل بالطريقة الصحيحة، وما يحتاجه هو الطعام والراحة والتوازن والنشاط. يعني أن توازن في كل شيء، ولا تدفع للعمل كثيرا ولا تكن أن تتماطل كثيرا، يعني الاتزان في كل شيء. المهم كان هذا هو الفيديو، لا تنسى دعمي بلايك واشتراك في القناة. إلى فيديو آخر إن شاء الله.